تراكم النفايات في شوارع وأزقة كركوك أثار استياء المواطنين الذين طالبوا الحكومة المحلية بوضع حلول سريعة لمعالجة هذه المشكلة والعمل على تدوير تلك النفايات بالطرق الحديثة. النفايات مشكلة تتعاظم في كركوك، هي مرمية على الأرصفة والساحات والشوارع، باتت غذاء للدواجن والمواشي بسبب تأخر رفعها لعدة أيام. يقول المواطنون إن تراكم وتكدس النفايات جعلها مكانا لا يخلو من الحشرات والثعابين والعقارب. الريحة مالتها يعني ما واحد ما يقدر يتحملها بالليل، البق هاي الحشرات اللي تجي وعلى هدا شوف هاي كلها نفايات ساحة، واحد يحولها يسويها فشي لوش هيك حرامات باقية. معدل بالاسبوع مرة مرتين تلقى لك عقرب او تلقى لك فد حية، وما سألت الفار بالبيوت انتشر لأن هي مرتعلها هاي صارت الأنقاض هذه. الأرقام تشير إلى أن مقدار ما يتخلف في مركز كركوك يوميا من نفايات يبلغ 1000 طن، وهو يفوق القدرة والإمكانيات الحالية لرفعها. أما البلدية تقول إن تكدس النفايات يعود إلى ضعف موازنتها الذي انعكس على أعداد العاملين وعلى الآليات الخاصة في مجال التنظيف. مشهد لا يسر النظر وروائح تسكم الأنوف، ولا يخلو من مخاطر انتشار الأمراض. أناشد دولة سيد الرئيس الوزراء لحل وضع كركوك، لأن إذا الوضع بقت على هذه الحال فسوف تكون هناك آفة بيئية لمدينة كركوك، وكركوك هي المدينة الغنية لكن فقيرة في تقديم الخدمات. للعراقية الإخبارية محمد صغير، كركوك.